يا أهلا وسهلا فيكم، نورتوا قناتي. رمضان مبارك وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. الله يقوينا ويقويكم على صيام وقيام هذا الشهر. أول فيديو إلي على القناة برمضان رح أعمل معكم اليوم المعروك السوري. ما حدا داق وصفتي للمعروك وما حبة وصفة ناجحة 100%. بنصلي على رسول الله ويلا نبلش. لوصفة المعروك أول شي بنحتاج كاسة حليب دافية، بضيف عليها معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر وكاسة طحين. بخلط المكونات منيح مع بعضها لحتى يدوب السكر، وبغطيهم بخليهم بمكان دافي لمدة ربع ساعة لحتى أتأكد إنه الخميرة شغالة ومتفاعلة عندي. هاي الخطوة كتير مهمة لحتى أتأكد إنه الخميرة شغالة وما تخرب عندي المعروك. وبعد ربع ساعة هيك بيكون شكلها ضعف الحجم وبلشت إنه تعمل عندي انتفاخات، هيك تأكدت إنه خميرتي شغالة. وهلا حبلش ضيف عليها باقي المكونات. بنفس الكاسة بضيف نصف كاسة سكر، نص كاسة مي دافية، ربع كاسة زيت نباتي، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيلا، معلقة صغيرة شمرة مطحونة، نص معلقة محلب، ورشة ملح. وكل المكونات والمقادير رح اكتب لكم اياهم تحت بصندوق الوصف. وبخلطهم كتير منيح لحتى اتأكد انه المكونات كلها امتزجت في بعضها. برجع بضيف عليها ربع كاسة حليب بودرة، وبكمل باقي كمية الطحين. كمية الطحين كلياتها رح تكون 4 كاسات ونص، كاسة بالبداية ضفتها، وارجع بضيف 3 كاسات ونص بالتدريج. بحرك المكونات كتير منيح مع بعضهم. من بعدها ببلش على جنب بعجنهم لمدة 5 دقايق. بعدها بضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة. خلي الزبدة تكون نوعيتها طيبة، كتير بتفرق بنكهة المعروف. بدهكن كتير منيح مع بعض لحتى أحصل على عجينة طرية ومتماسكة. عطوا العجينة حقها ودهكوها لمدة ربع ساعة لحتى أحصل على عجينة مثل القطن. وهيك شكل العجينة لازم يكون بعد ربع ساعة من العجن. شوفوا قديش العجينة طرية. بغطيها وبخليها بمكان دافي لمدة ساعة كاملة لحتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها. وهذا شكلها بعد التخمير. بسم الله ما شاء الله، شوفوا قديش اختمرت وانتفخت العجينة وصارت بتشهي القلب. وبصينية مدهونة زبدة بفرد العجينة. وإذا حبيتوا تزينوا شكل المعروك، أي قالب متوفر عندكم أو حتى كاسة، أنا استخدمت كاسة بعمل فيها شكل دوائر بهذا الشكل لحتى أعطيه شكل حلو للمعروك. بعدها بلفها بورق نايلون وبخليها لمدة نص ساعة لحتى ترتاح العجينة ويرجع يتضاعف حجمها. ومن بعد نص ساعة صار جاهز لحتى أحضره ليدخل الفرن. لخلطة التلمية بحتاج صفار بيضة، بضيف عليها معلقة حليب، بخلطهم كتير منيح، وبدهن وش الصينية. بتأكد انه تندهن الصينية من كل الأطراف. وكخطوة اختيارية رشة سمسم ورشة حبة بركة، أو إذا كان متوفر عندكم واحد من الاثنين، بتعطي نكهة كتير طيبة للمعروك وبتفرق كتير بالنكهة. بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200 بالرف الوسطاني. بشغل عليه النار من فوق ومن تحت، وعلى حسب كل فرن بياخد من 15 ل20 دقيقة. ومن بعد ما يطلع من الفرن مباشرة بمعلقتين 3 قطر بمسحهم بسقيه بهي الطريقة، ومع رشة جوز الهند. إذا كنتوا بتحبوا هيك المعروكات بيكونوا صاروا جاهزين. ألذ وأطيب وصفة معروك، وصفة ناجحة 100%. مو لأنه معروكاتي، لا أبدا عم بحكي هذا الحكي، بس عن جد وصفة ناجحة وعجينة طرية وبتشهي القلب. جربوها رح تحبوها أكيد. بالنسبة لإلي أنا ما بيكمل رمضان وما بيبتدي رمضان إلا بوجود المعروك. إله ذكريات طفولة كتير حلوة، ذكريات الأهل واللمة والعيلة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا وصفتي للمعروك. لا تنسوني من اللايك والاشتراك. هلأ رح فرجيكم كيف العجينة من جوا
وبرجع بقلكن رمضان كريم، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. بأمان الله.